درت لك في فيك البارح؟ واش تمنيتو نتوما؟ صح حبيتي تفهم حاجه دابا حنايا شكون الدوله العربيه اللي جارتنا؟ على ما حبيتوش المغرب دابا علاش؟ هذولا في الماء يحبونا ولا ما يحبوناش؟ ما نحبوهم ولا ما كيدوزوا الليله ديالكم؟ رائعه والفقصه لعله خير. ركزوا معايا بعدا الناس الحمد لله في كره القدم راه كتقرا كره القدم، ولكن عطيونا واحد التحليل بسيط. دروس عباره فيها اي كاس الفاكهه. اول حاجه ان ليس كل ما يتمناه الانسان يكتب له. هذه قاعده. حنا كنتمناو بزاف الحاجات وتمنينا اللقب ولكن ما تكتبش لينا. في حياتنا الشخصيه شحال من حاجه تمنيتي تكون لينا ما وصلش لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تفتحوا ابواب الشيطان، ما يقولش ابن ادم لو ان لي كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. هذه قاعده في الحياه. القاعده الثانيه حسن الاستقبال ديالنا ليس ضعف بل الهويه ديالنا حنا كمغاربه. انا بزاف الناس يقولوا لا وانتم كتكبروا بنادم الشام وكديروا وطيحتوا قيمتكم. لا بالعكس، هذاك الواجب ديالك انت. راه قريش كانت عندها الرفاده والوفاده والاستقايه فين؟ في الكعبه المشرفه، وهما كفار لا يؤمنون بالله، ولكن رغم ذلك خصهم يضايفوا الناس اللي كيجيو للكعبه ويعطيوهم ويكرمهم وجودهم. فاحنا نكرم من يستحق ومن لا يستحق. هذه قاعده عندنا وهذه جانب الهويه ديالنا. الانتصار الحقيقي ليس دائما في واحد النتائج. المغرب اليوم انتصر انتصار كبير جدا في التحالف والتالف ديال المغاربه فيما بينهم. ثانيا في اظهار الوجه الحقيقي والتطور، لان المعيار ديال الدول الحاليه شنو هو؟ هو المعيار ديال التطور والمعيار ديال وتصور معايا انت خاسر في بلادك وما كاين حتى شي واحد هرس كرسي ولا سب شي واحد ولا ضرب شي واحد. رانا الناس اخرين اللي كيخسروا في المنتخبات ديالهم في بلادهم اش كيوقع؟ كتوقع الفوضى والروينه. هذا غير بلاد اللي جاهم شنو ما يديروا. اذا حنا كنقولوا بان الانتصار الحقيقي ماشي دائما. ربحنا حاجات اخرى كثيره جدا ربحناها خصنا نشوفوها، ولذلك ننظر الى الجانب المملوء في الكاس والى الجانب الفارغ. الامر الاخر على ان التوقع المفرط يصنع الصدمه، وركز لي على هذه مزيان. العيب ديال المغاربه كاملين انهم احتفلوا بالكاس قبل الوقت. انا شخصيا على راسي عندي يقين 90% او 99% ان في العشيه كاين الاحتفال وكاين الفرحه والكاس مغربيه وكذا. هادشي علاش كانت الصدمه؟ بعض الناس كثر. لماذا؟ لان سقف التوقعات كان مرتفعا، وكل ما كان سقف التوقع مرتفع كل ما كانت خيبه الامل مرتفعه هي وقتها. ولذلك بالفعل البارح عندنا كان الناس فرحانين ومحتفلين قبال. ولذلك كيقول لك من تصدر قبل اوانه تصدى لهوانه. عمرك ما توجد قبل ما تطيب. لا شريف العادل اخر دقيقه وبين وخذ الكاس. ولذلك حتى ضربه الجزاء كيفاش تم راه بحال شي واحد اخر رابح 30 ولا رابح 40 ديال السي ابراهيم حشومه.